معاكم راوي الظل ويا أصحاب الظل. اللي هحكيه ده حصل في عمارة مصرية مش مهجورة، بس قديمة شوية، فيها دور محدش بيطلعوا خالص. العمارة دي الناس عايشة فيها عادي، في اللي بيضحك واللي بيتخانق وعيال تلاقيها بتلعب، كل حاجة طبيعية. بس في حاجة محدش بيتكلم عنها، الدور الأخير. من أول ما سكنت وأنا ملاحظ إن الأسانسير عمره ما وقف على الدور ده، ولا حد داس بالغلط. الأسانسير كان بيطلع وكأن الدور مش موجود. في ليلة كنت راجع متأخر، العمارة هادية بشكل مش طبيعي والنور مطفي. ما اهتمتش، بس اهتميت باللي أنا سمعته. سمعت صوت، مش صوت صريخ ولا صوت خبط، صوت حد بيجري فوق. بصيت، بس السلم كان فاضي، بس الصوت برضه لسه شغال. تاني يوم نزلت سألت بابا العمارة، ضحك وقال لي انت صح جديد هنا؟ قلت له ليه، في حاجة ولا ايه؟ قال لي هو بيضحك، ما تطلعش فوق الا لما حد ينادي اسمك. الليلة اللي بعدها وانا نايم سمعت صوت جاي من الشباك، صوت واطي وواضح. حاولت افهم ايه الصوت دوت. كان اسمي، مش صوت البواب ولا صوت حد اعرفه. لقيت نفسي وانا مش دارين بحاجة واقف قدام باب الشقة، رجلي تقلت وقلبي بيدق بسرعة. النور كان مولع في الدور اللي محدش بيطلع فيه. من جوه سمعت نفس الصوت بيقولي اطلع. ما بصيتش قدامي وخدتها جري، ومن يومها عمري ما طلعت بعد الساعة 12. والغريب ان اسمي اتمسح من يافطة الشقة. يا أصحاب الدل، مش كل عمارة مكان سكن، بعضها مكان انتظار. لو ساكن في عمارة وفي دور محدش بيطلعله، ما تسألش ليه. كان معكم راوي الظل. لو سمعت اسمك من مكان فاضي ما تردش.